مساء النور، مساء الفل والياسمين. ان شاء الله تكونوا بخير. كيما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بهذه التدبيره ولا بهذا المنتوج اللي راه داير ضجه في المواقع وفي الاسواق الجزائريه. كيما تشوفوا هنايا راهم كاتبين لكم باللي يصلح لجميع الاسطح. كي تشروها راكم رايحين تقراوها هذه. كيما راكم تشوفوا هنايا دايرين 15 ولا 12 سطح تقدر تغسل ليه. وكيما هنايا انا جربته في البلاك شوفونت تاعي كيما راكم تشوفوا فيها. خليته حتى وسخت كيما راكم تشوفوا حاشاكم. اكرمكم الله. كيما راكم تشوفوا هنايا حليب سايح. كيما راكم تشوفوا هنايا عندها نهارين كيما راه هكذا من داخل. واليوم كي ساح لي الحليب عليها حبيت نقيها كامل من برا ومن داخل. كيما تشوفوا هنايا نحيت لها الشبابيك هذوك راكم تشوفوا فيها، نحيتهم وجبت المنتوج هذا. كما راكم تشوفوا فيه هو ما يحرقش في اليدين، انا جربته ما يحرقش كيما هم ذاكرين. والرائحه هما دايرينه بريحه اللافندر. بصح ماهيش قاويه فيه، ما حسيتش فرق كبير بينها وبين الصابون في الرائحه. اما الرغاوي عنده فرق كبير هو وإيزيس تاع الاواني. يدير الرغوة كبيرة كبيرة، معناتها اللي تحب الرغاوي راح يبرد لك قلبك. هذا شريه متهنية ديريه حتى يسيقوا به. المهم كي تشروه راكم تشوفوا الاسطح اللي راهم ذاكرينها في الباطة هذه. كيما تشوفوا هنايا هاني نستعمل فيه بيدي كيما راكم تشوفوا. دهنت كامل البلايص اللي راهم فيهم نسخ ياسر. قلت نستنى دقيقة ولا دقيقتين ولا 5 دقائق ونشوف اسكو راه ينح ولا ما ينحش. هما دايرين ذاكرين اول حاجة الدهون، وانا شريته على جال الدهون. قلت انا خير ما نخدم نستعمل الفورس اكسبريس والمنتوجات اللي تنحي الدهون هذيك القاويه اللي راها فيها البرودوي شيميك. نشوف هذا اللي نقدر ندخل فيه يدي عادي ونقدر نستعمله كما شفت انايا في الفيديوهات اللي راهم يروجوا فيه بها باللي راه ما يحرقش. وقلت نجرب معاكم ونقول لكم النتيجه اسكو راه صح مليح ولا من دون دعايه فقط. وتشوفوا هذه الشيته اللي شريتها هنايا ثاني ب10 آلاف ماهيش حرشه. هذه قصدي بها الزوج تاعك اللي تحبي تحافظي عليه ولا الاسطح اللي تحبي تحافظي عليها احسن من هذيك الحرشه. انا نستعمل هذه في الاسطح كيما هكذا باش ما يفزوليش. اما عن النتيجه هذه الطاشه تاع الحليب اللي حرقت لي نحتها في يعني ظرف وجيز كيما تشوفوا راني انا كاع ما قطعتش هنايا الفيديو. درتها معاكم بدات نحك. بليت الفات هذه راكم تشوفوا فيها بليتها بالماء وبدرت تشوفوا الرغاوي اللي يطلقها كيما تشوفوا هنايا ها. وجيت لهذه اللي راها اكثر اتساخ من الاخرى. هذه راها كانت تحت العيون هنايا ما نقدرش نغسلها عادي الا اذا نحيت كلش باش نقدر نغسلها. كيما راكم تشوفوا هنايا الحواشي هذو راني نحك فيها على المباشر معاكم، ما قطعتش انا كامل الفيديو باش تشوفوا النتيجه والمصداقيه تاعها. شوفوا هذه الطاشه اللي راها محروقه هنايا هذه ما طرتليش. هذه حكيتها بالشيته العاديه، هذه هي حنينه، هذه الشيته ماهيش حارشه بزاف، ما فيهاش السلك، جايه حرشه خفيفه. كما تشوفوا هنا حكيت حاولت والو صافي نحلي. الدهون ماهيش العنيده، الدهون عاديه ولا حاجه في ذيك الدقيقه ساحت لك ينحالك يعني شبه شويه للايزيس العادي، معناتها ما فيش فرق كبير. هنا هاني نحيت به عادي. اما الدهون العاديه القويه ماهيش راح ينحالك، ينحلك دهون بسيطه دهون عاديه كيما راكي تشوفي هنايا، ولا اوساخ هكذا ساحت لك ولا راح ينحالك بكل سهوله. هذه هنيك منها. اما العنيده ماهوش راح ينحى. العنيده اذا ينحى دوك تشوفوا هنايا معايا كيف درت. ودهميت هادو اللي راهم هنايا حتى ما همش مسخين، انايا معتمده على هادو اللي جايين على الجهه هذه. هنا نوريكم في اللمعان النتيجه اللي عرفتها والله اللي دارها لي هي اللمعان. اللمعان ما شاء الله يعطيك واحد اللمعان كيما البلاك شوفون تاعك هذه في ليفين تاعك اذا عاد اينوكس. في البوتاجي تاعك اذا عدتي كيما هكذا رخامه جايه في الاكحل راح يعطيك واحد اللمعان هايل هايل هايل. هذه يعني ما نعطيكم مصداقيه في التجربه هذه، نعطيه 100% لمعان فوق الخيال. واما التنظيف وتنظيف الدهون مانيش كيما كنت انا شاريته على جال الدهون العنيده. كيما تشوفوا هاني وريت لكم هنايا باللي ها هنايا هذه النقطة وهذه النقطة ما نحاليش. أما الدهون العادية نحالي كيما تشوفوا هنايا هاني نمسح هنا باش شوفوا اللمعان. ما شاء الله لمعان. هذه راني نصور معاكم في الليل مانيش نصور في النهار. يعني كون جيت نصور في النهار وإضاءة أكثر من هذه مليحة راح نشوفوا واحد قوة لمعان ما شاء الله.
شوفوا كيما راني نوري لكم هنايا، قلت لكم بلي الشيته هذه راها ما نحتليش، نحت لي دهون عاديه، ما لا اضطريت انني نجيب هذه اللي حرشه فيها السلك، فيها المعدن هذه كيما تعرفوها كاملين. هنا راكم تشوفوا فيها، شوفوا هنا راني نحك ونعاود نحك ونعاود حتى نطرت لي هذيك الطاشه كانت لازقه، ما نحاليش هو. اما اذا درتي الفورس اكسبريس اكيد والله كيما نقولوا حنايا انواع، كاين اكل كاين هادو كامل راح ينحولك هذه الطاشه، معناتها خاصين بالدهون. شوفوا انا نحيتها، انا نفضل انني نحك خفيف خفيف احسن من نستعمل الفورس اكسبريس، لانه هذاك المنتوج راه كيميائي، نستعمله الا للضروره القصوى، يعني حاجه ما قدرتش نحها لا بهذه ولا باي شيء واحد اخر راني راح نستعمل فورس اكسبريس. كما تشوفوا هي راها جايه اينوكس، يعني راها سوليد، يعني قادر نحكها باي نوع تاع قماش ولا اي. ها شوف كيف النتيجه، لحد يعني نوري لكم في الطاشه اللي كانت كاينه. هنا اعتمدت انني نصور ونعاود باش تشوفوا الطاشه كيفاه نحها، يعني العنيدة ما نحاش والعادية نحا. وهنايا وليت نقيتها كامل معاكم كما راكم تشوفوا، وجيت هذو الشبابيك اللي يجوا في البلاك شوفونت ايضا ثاني حكيته بنفس المنتوج. وهاني نوريكم هنا بصح ما نحليش الدهون العنيدة، نقولها ونعاودها، الدهون العنيدة ولا القديمة راه ما ينحاش، هذه لازم دير لها دورة تاع فورس اكسبريس كما قلت لكم. وهنايا ثاني غسلت به هذو عادي، هادو اذا عندهم مسخين ننصح ونعاود بلي تغسلوهم عادي بالصابون العادي ولا صابون كيما هكذا كيما هذا الجال. اما فورس اكسبريس ما تستعملوهش كامل في هذه الامورات، لانه راح يطيبوا لك ويشهبوا لك وما يشدوا لكش عطوله، لازم قالا بدلتيهم، واذا بدلتيهم ماكش حتلقى الدورجين تاعك. كيما راكم تشوفون شوفوا اللمعان اللي عطاتولي المنتوج هذاك عطاهولي. اما هنايا راني نوري لكم ونعاود لكم باللي ما كانش نتيجه كبيره، عادي مازالوا كاين بعض الدهون كما تشوفوا ما همش قاويين، بصح كاينين جهه بجهه، يعني الجهه اللي راني نطيب عليها شادت لي الدهون، والجهه اللي ناقص عليها طياب ما فيهاش الدهون بزاف. قلت لكم هنا راني نوري لكم بالضبط. وهنايا بعد ما نقيتها وسرجتها زين زين في بعضها ونشفوا لي، شوفوا النتيجه. معناتها العدو ثاني ايضا عندك هذو العيون مبوشين، راح تنقيه عاديه، معناتها ماهيش تنقيه كبيره، راح يسرحوا لك ويمشوا لك عادي. المهم ما تخليهمش يطولوا لك، لان اذا خليتي الاوساخ تتراكم على الحاجه نتاعك ما كيش راح تنقيها. هذه راني وقفت عليها يمين با 15 دقيقه، غسلت الماء نتاع العشاء ورحت ليها نقيتها معاكم صورت لكم وقعدت، يعني ماهيش موسخه ديك الدرجه اللي نقعد فيها سوايع. هذه افضل طريقه انك تحافظي على البلاك شوفون تاعك كيما هكذا، ولا على اي حاجه عندك، ما تخليهاش تتودك لك الوسخ يقعد لاصق لك باش يشدك الباقة بالسوايع وانتي تنقي فيها انت كرهي. المهم المنتوج راه مليح وللاستعمال الخفيف، موش استعمال كبير، وما يحرقش يدين، والريحه ما فيهش ريحه بزاف، بصح راه حاجه مليحه. قلت لكم شوفوا هذا هو المنتوج صورته لكم، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وهذه هي النصائح تاعي.